السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا طيب. حياك الله شيخنا، وبارك فيك وبارك في علمك. آمين وإياكم يا الغالي. الشيخ عندي سؤال. أي نعم. كنت كنت مسجله باش نسأله على الشيخ محمد علي فركوس ولم أوفق لذلك. كنت حضرت عنده ولم نعم. أوفق. اسمح لي دقيقة نجبد السؤال. أي نعم، تفضل تفضل يا الغالي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحبك الله يا الغالي. شيخ أي نعم. شيخ ما لقيت السؤال نطرحه مباشرة. أي شيخ نعم. شخص إنسان شاب استقام منذ ما كان في عمره 17 سنة، تمام وتزوج في عمر 23 سنة. تمام ثم لما بلغ 35، ثم لما بلغ حوالي 30 سنة كان يخدم في شركة، ومن بعد انتقل من الشركة إلى محل كبير يعني مطعم مع الجيران وكا. تمام فتأثر بالبيئة التي كان فيها. كان هو سلفي، والشباب اللي يخدموا تأثر بهم. كانوا يتعاطوا المخدرات باش يخدموا، كانوا فيهم بزاف أمور سلبية. نصيحة نصيحة بترك ذلك العمل. هو بقى، ثم تعرف على فتاة، وتلك الفتاة أدخلته في واديها كما نقولوا. لما بلغ 35 سنة هذا الشاب لم يدخن في حياته، لا، لم دخل يشرب خمر إيش؟ في حياته. دخلته معها في كما نسموه احنا في طريقها يعني، تمام، فهمت. في عالمها. طيب. هو 35 سنة لم مم. يدخن ولا مرة في حياته، ولم يشرب خمر، ولم يتعاطى مخدر، ولم ولا حاجة في حياته. تمام. أيوه. لما تعرف بهذه الفتاة في 2022، مع ولا أصبح يحبها أو خيل له، أو مانيش عارف كيفاه، ولا مم. مجنون بها. ثم ولا يتعاطى المخدرات، ولا يدخن، ولا تارك المسؤولية تاع الأولاد تاعو، ترك العمل. قعد معها عامين وهو مع تلك الفتاة. طيب. كل الناس نصحوه، عاد أصحابه أصدقائه، عاد الوالديه، إلا الزوجة تاعو كانت واقفة معه، يعني بقات واقفة معه، ما سمحتش فيه. الزوجة تمام. ما بقاتش. الجميع قالوا لها طلقي، هي صبرت وقالت لا، ما نخليهش يروح لهذيك الفتاة بلا ما نقول لك الوصفة تاعها. تمام. فهمتك. وأخو مم. أخوها سلفي، إخوتها سلفيين طلبوا منه يطلق أختهم، ولكن أختهم رفضت وقالت لن أتركه لتلك الفتاة، هذا فيه خير، ولن أتركه، لأنه كان يعرف المنهج السلفي وسلفي العقيدة ومن بعد الحمد لله، مع الدعاء ووقف الزوجة. وقفت معه الزوجة وتخلص من تلك الفتاة نهائيا. تمام. الحمد لله. نهائيا أيوه. يعني الحمد لله. أيوه. ثم الفتاة كان عندها هدف، كانوا عنده بيتين، بيت جديد وبيت صغير. كانت تقول لهم بيعوا البيتين ونروحوا لأوروبا، حبت طيب. تحضر له المصاري. إيه. ومن بعد الحمد لله من الله عليه بالتوبة، ثم تاب وأناب ودخل رمضان هذا اللي فات. تجوز رمضان ما شاء الله، تلاوة قرآن، استقامة على التراويح، عاود لبس القميص، أطلق اللحية تاعو، كان ينقص لها شوية، أطلق اللحية تاعو. منذ عام كامل وهو جالس في البيت يعمل رياضة والمسجد، وترك جميع الأصدقاء والأصحاب، يظل في البيت تاعو. طيب. السؤال السؤال أيوه. هو كالتالي: إذا كان هذا الشخص في تلك المرحلة العامين وقع ربما في شرك أو في كفر، أو وقع في، لأنه عالم المخدرات يدخلك في الشرك وفي الكفر وفي تمام. إذا وقع منه ذلك، هل إذا تاب تعود له الأعمال السابقة التي عملها من عمرة ومن صلاة ومن أم تذهب تلك الأعمال؟ إن شاء الله لا تبقى له، تبقى له. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وأن يرحمه،
وأن يبدل سيئاته حسنات. اللهم امين. تمام يا طيب. أنا فاهمك. هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن الصحيح أنها ما تذهب عنه، أنها ما تذهب عنه العمرة ولو كان حجا، ما شو اسمه، ما تذهب عنه. اللي هو هل الشرك الذي فعله أو من كفر فعله هل يبطل أعماله من حج وعمرة؟ لا، ما يبطل ذلك. بارك الله فيك شيخ. بارك الله فيك. جزاك الله عنا كل خير. آمين آمين وإياكم. ادعينا معك شيخ. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بالثبات. نسأل الله الثبات. طيب أبو عبد الرحمن، تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أبا همام، مسألة في الإفتاء، خلينا أوضح شغلة. مسألة الأدلة والمدري إيش يا إخوان، هي إيش؟ هنا ليس مجلس تدريس، أنا مجلس فتوى سؤال جواب. هذا ليس مجلس تدريس. أو مجلس تدريس راح أذكر لك الأدلة وخلاف أهل العلم والراجح وإيش شو اسمه الاعتراض والجواب على الاعتراض. الله يحفظك ويرعاك، بارك الله فيك. نعم أبو عبد الرحمن. يا شيخ عندي سؤالين. نعم.